السلام عليكم يا جماعة. أنا رسالتي دي دايرة أوصلها للقوات المسلحة السودانية. في واحد من أنا ما أعرف رتبته شنو، هو بيقول إنه هو نقيب لكن متأكدة إنه هو ما نقيب. الواد ده قاعد يهددني أول حاجة، وتاني شي الكاكي حقه اللابسه ده قاعد يفرض علينا كبت وداير يتزوجني وأنا في ذمة راجل لأنه زوجي مأسور. وما كده وبس، حتى انه جا خطفني من جنب المدرسة من اخر جلسة. الكلام ده ما انا ما براي، انا عندي عليه اثباتات وادلة. انا بسببه طلعت من البيت، بعد ما خطفني انا طلعت من الحلة عديل قريت من اهلي. هسه بقى بيهددني يا جماعة، بيهددني عديل. وما كده وبس، حتى بقول لي لو دخلت تحت الواطة لو دخلت بجيبك. كنت ما عارفة استخباراتنا. انت طالما عندك كاكي امشي حارب بيه وما تجي تهددني بيه وانا كاميرا. والجهات المختصة اي زول امشي يقول عايز افتح في الزول ده بلاغ، بقول لي الزول ده الا تشتكيه في القوات يعني الشرطة ما هيعملوا لي اي حاجة يا جماعة. الزول ده خانقني من هنا، عامل لي اختناق. انا بقيت بخاف منه، انا ما قاعدة اخاف، ما في شي بيهدني. الزول ده الزول ده مو طبيعي. الزول ده عنده نفسيات، انا ما عارفه الزول ده عنده شنو. للان هو يلاحقني. انا هسي طلعت العديل، خليت لي الحله، خليت اي حاجه خليتها وراي. للان هو ملاحقني. لسه قاعد اتصل لي وهددني، قفلت منه شريحتي الزين. اتصل علي بالسوداني واحصر ورجع لي برقم تاني، واتصل لي بقول لي كلام ما عارفة اقوله لكم كيف اصلا. انا دايرة زول شوف لي حل جذري للمشكلة دي. انا طفشت عديل، بطني طمت، انا بطني طمت. دايرة امشي اقعد مع امي، دايرة اشوف اخواتي يا ناس، دايرة اشوف اخواتي. انا من اخر قسم الامتحان مع كلامي ده ما بقول لسه عندي عليه اثباتات وادلة وشهود وناس كثيرة يعني. لكن الزول ده الناس بتخاف منه لانه متهور، لانه مجنون. حتقول لي اهلك وين؟ هو ذاته من اهالي، الزول ده من اهالي ذاته. لكن يا جماعة عامل لي دوشة في راسي، ده ما قادرة انا. داير امشي بيتنا، بس داير امشي بيتنا. ما كنت داير الامور تحصلينا، لكن بطني طمت خلاص، ما قادرة استحمل. شوفوا لي حل المشكلة دي. انا غلبتني عادي، غلبتني، رفعت عليها الله. الصبر غلبني انا. غلبني الصبر انا. القوات المسلحة تشوف للزول ده حل. انا خلاص اهالي كلهم، بالمختصر اهالي كلهم خايفين منه. اهالي كلهم صغيرهم وكبيرهم خايفين من الزول ده. شوف الجهات المختصة تشوف لي حل مشكلتي دي جاية بطرازي. انا داير امشي اهالي، خلاص انا زهقت يا جماعة، زهقت عديل. روحي مرقت، روحي مرقت. دايرة امي، انا دايرة امي، داير اشوف اخواتي، داير اقعد معاهم. بطني طمت عديل. انا امشي من حتة لحتة، مشيت عماتي جوني، مشيت لعمامي. عندي عم واحد لكن عيال ما بقدر عليهم. يا جماعة شوفوا لي حل، انا داير امي. المعلومه قالوا ما تطلعوا، لكن احنا بنطلعها. الزول الجاي برشم هنا. الله اكبر. بس ما تقول لا سعادتك هنا بنطرش، بس ما بناديس يا زول. الزول الجاي هسه التسليم الجاي برشم. والله يا عبد الرحيم طاحونه الا تنزل تحارب اتبع عكاز صوتك شفتها يا عبد الرحيم طاحونه، صوتك الزمان بتسرق بو الحمير والغنم ده الا تجيب كابس بو تاني. لا احنا ما نخلي لك زول الحي نبيله يا سلم يا مشى برشم. استعجل، ما في زمن يا صاحبي. انا ما قاعد اكذب عليكم. الزول الجاي برشم. الحق نفسك يا برشم، الشغله دي كتمت، ما في زمن. احنا ما عندنا زمن كتير بعد. وانا ما كنت عايز اوري الناس انه انت الزول الجاي، وهو الناس عارف اني ما قاعد اكذب. لكن انا الكلمه فلتت، وانا بعتذر اذا في ترتيبات لبرشم ولا غيره، استخبارات شغاله في ترتيبات ولا كده. انا والله بس بعتذر يعني، انه الواحد يفيك معلومات ما وقتها.
ما عندنا زمن، هاي ما تزعل اعتقلونا، انا ما عندي مشكله. الدول الجاي برشم ترتيبات شغاله هسه، يا يستعجل يجي ما يقعد يدلع فينا، يا تجي تتبلى يا زول، ما في زمن. الدول الجاي برشم اقسم بالله ترتيباته شغاله. بل بس يا زول طعني والله يا طاحون، يشيل لك صوت بتاعنا، صوتك شفت تسريق بالحمير الزمان ده، تشيل صوتك ده تمشي تحارب بين ده تاني. انزل انت الميدان، نزل اولاد اختك واولاد خالتك المقعدل، نزلهم خليه يجوا يحاربوا لكم تاني. احنا اولادنا تاني بحاربوا لك. اولاد كردفان كلهم حيطلعوا من الدعم السريع. التسليمات شغاله في كردفان الان. والله اللي تجيبوا اولاد اهلك، شفت البطونه البيض بتاعتك القاعدين في تركيا ديل، جيبوا خليه يحاربوهم تاني. تاني ما يفلن قاعد بحاربوا لك. والان انا بتكلم معكم، معنويات الميليشيا في كردفان كلها منهاره. مش كردفان دي اخر حيصل الميليشيا، اقسم بالله العظيم كل القوات حقتهم القاعده في كردفان معنوياتهم في الواطه. انشغال جواني على برضه مشاكل داخليه فل جوا الميليشيا الان، معنويات في الارض، جعانين، ما في زول قادر ياكل زول يا زول. سافرنا ذاته ما داير يسمع الكلام، سافرنا من اول حرب قلنا لا سافرنا مكانك ما ميليشيا الدعم السريع ده، ما داير يسمع الكلام. والكلام ده لكل الناس القاعدين في الدعم السريع ده من كردفان دي، الدعم السريع ده ما مكانكم. تقعدوا كده لما يجيبوا لكم النوير ويجيبوا لكم الحبشه اللي يقطوا لكم العام ده كله يركبوكم، حتعرفوا والله حق. واقول لك حاجه، كردفان دي مش اتقدت الليله، جيب اولاد خالتك واولاد اختك واولاد مسابتك ناس ادم ديل، جيبوا نزلوا الميدان. نزل لنا ادم ده اخو مرتك ده، خلينا نجي نشوف الحاصل شنو. جيب القوني ده خليه ينزل الميدان ده. نزل لنا اولاد اهلك ديل، ثاني ما في زول بيبقى لك فلنقاي بعد يا زول. كملت اولاد الناس كلهم في كردفان وفي دارفور يا زول. وانت قاعد اولادك قاعدين، القوني قاعد حساباته البنكيه في امريكا، وناس ما عارف منو صالح اولاده قاعدين في تركيا، ما عارف منو اولاده قاعدين في كلكم آل دقلو كلهم قاعدين برا السودان. يا يوم سمعت لكم بالشهيد فلان دقلو، اديني واحد في الحرب الا اللي ماتوا في الدقه الاولى، ثاني ما في اشتباك يا زول. آل دقلو قدمتم منو انتوا في الحرب دي؟ قول لي فلان الفلاني دقلو، كذابين كذابين كلهم من كردفان ومن دارفور، لكن تعال قول لي فلان دقلو ما في. قول لي عندنا فلان دقلو مات، ما عندك. منو من آل دقلو؟ فلان دقلو نحن قدمناه في الحرب دي. اذا في زول بيحب الحرب دي قول ما داير تسليم. احنا والله واقفين مع الجيش ده وما بنحب الحرب، ملتزمين بكلام القياده بتاعتنا وما بنحب الحرب، لكن بنحب البلد دي، بنحب عزه السودان ده، ما بنحب الحرب ولا. فلما زول يجي يسلم تعملوا شنو؟ نعمل شنو؟ نقول ما دايرينه؟ يا اخواننا في نظريه قلنا بيدرسوها عليك عديل في قواعد الاشتباك. عدو تتخيل الكلام ده يا مؤمن، الناس اللي ما قادرين يفهموا، انا بشرح لكم بلغه الجيش، اشرح لكم بلغه الجيش. العدو لو عندك عربيه واحده بتاعت عدو، عندك عربيه واحده بتاعت عدو، وانت عندك 4 عربات قتاليه، والعدو عنده عربيه واحده، وانت محاصره، الزول الاكاديمي ولا الناشط السياسي هيقول لك خد بكل اتجاه عربيه. صح؟ التفكير الطبيعي انا عندي 4 عربات والعدو عنده عربيه واحده. طوالي انت حتجيب عرباتك الاربعه دي حتقفل عربيه بالشرق وعربيه بالغرب، عربيه بالجنوب، عربيه بالشمال. لا 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 لا، اول شيء انا بقرا الميدان، العدو ده القوه المسانده بتاعته وين؟ بالشرق، بفتح له الصندوق بالشرق. القوه بتاعتي انا وين؟ الشر الرابعه اللي انت داير تقفل بها الصندوق دي، توقفها بالغرب باتجاه قوتك انت المسانده، تقفله بالجنبات وتدقه عشان ينسحب. الانتصار الاول في الجيش بيدرسوه للزول انه العدو ينسحب، انه ينسحب، عشان كده بتخلي له مواجهه فاتحه للانسحاب. اذا انت قفلت الصندوق ده ب4 مواجهات مش ده ممكن تنتصر عليك. اذا قفلتها ب4 اتجاهات اديته عامل للنصر واديته دافع للثبات، اللي هو شنو؟ انه انا بعد ده علي وعلى اعدائي ما عندي خيار بتاع انسحاب. اول حاجه ثبتت العاصمه انت محاصرها دي، ما اديتها مخرج، اول شيء بينزلوا من العربيه بنزلوا اللساتك حقتها، خلاص بعد ده ما في جري، اجري وين؟
انت عندك طريقه انسحاب، انت ممكن تنسحب، انا بنتصر بانسحابك بعربيتي الواحده دي. ليه؟ لانه انت قفلت المواجهات الاربعه، ما اديتني نفس انا انسحب بهم. العربيه دي خلاها تجري، انت حافظت على قوتك وسيطرت على الارض اللي كانت فيها العربيه دي وانتصرت عليها. طيب النور القبه ده جا سلم، شيلوا النور. نعم، اللي حيسلم لكم تاني منه؟ ركزوا كويس. الناس الداري النور القبه ده، نور القبه ده سلم ليك الليله. العدو ما زال عنده مئات الالاف من، جاك واحد من رمزيه الدعم السريع، شلت الزول ده دخلته محكمه، اللي حيسلم لك تاني منه؟ انت هنا استخدمت نظريه المواجهات الاربعه مكفوله. انت كده عسكريا على المستوى السياسي بتاعك نفذت النظريه بتاعت المواجهات الاربعه المكفوله اللي بتخلي العدو يستميت في الدفاع عن اراضيه. لكن لما تجيب النور القبه وتكرمه، تجيب النور القبه تخطه فوق، انت فتحت الصندوق بتاعك بالمواجهه الرابعه. المواجهه الرابعه دي فتحت كيف؟ بانك انت استقبلت النور القبه ده، يبقى انا خليت لك الطريق الثالث مفتوح اللي هو طريق الانسحاب. لكن صدقني لو اضريت بالناس اللي بيسلموا ديل، انت خليت الزول اللي قاعد في الميدان يستميت ضدك، هيستميت، ما عندي خيار ثاني، حتبين لك حياه. لكن لما تفتح لي المواجهه بتاعت الانسحاب دي حتهز معنويات العدو كله. اي زول عنده مشكله مع الدعم السريع بعد ده ممكن يسلم لك، واي زول كره الدعم السريع زي ابناء كردفان المظلومين ده ممكن يسلموا. المظلومين ده حيقولوا ظلم لظلم، واحنا طالما سلمنا اخيرنا السريع. يا اخواننا فكروا قبل ما تفتحوا بخاناتكم تعملوا لنا فيها ناشطين سياسيين تعتبلونا فقر وتدمروا البلد دي عليكم دينكم. اي ناشط في الدوله دي يفكر قبل ما يتكلم. احنا ما كنا عايزين نقول الكلام ده، لكن انا اضطريت اقول انه كميه الناس يقول لك ما دارين تسليم. انت منو ما دار تسليم؟ واي راجل ما دار تسليم ينزل ده ما دار ينقل اب كثير يا زول. ده الميدان دي شارات دي تاركبوا معانا هنا، ده شفتوا خشوا الميدان ده حاربوا، بس ما تقعد لي يدك في الثلاجه ونحن ما دارين نور القبه. نحن عارفين دارين نور القبه، دارين مرحب بنور القبه ومرحب بالسافنا، مرحب باي دعام يسلم. دي نظريات بيدرسوها للغاده ده بيقروها في الكليه الحربيه. اسالوا اي ضابط، اي زول فيكم بيعرف له ضابط في الجيش، اسالوا من الكلام انا قلته ده. قول لنا النظريه بتاعت دي بيدرسوك لها في الكليه الحربيه ليه؟ بيدرسوا النظريه دي في الكليه الحربيه، انه لازم اخلي الصندوق بتاع مهما كانت القوه بتاعتي انا، لازم اخلي الصندوق بتاعي فاتح بجنبه. مهما كنت قوي صندوقك ده تخليه فاتح. تقفل الصندوق العدو بيستميت، انتهينا. قفلت الصندوق العدو بعد دخيل. ما تملونا فقر يا اخي، انا ما داير كيكل، نحن ما دارين، لا احنا دارين كيكل ودارين نور القبه ودارين حمود البيشي ودارين اي زول في الدعم السريع ده ياخذ بيه نشيله في راسنا ده. اي زول، دي رساله لاي زول قاعد في الدعم السريع. شفت العزه والدلع الدلع عنه القبه ده، ندلعك اضعافه. وهسي شفتوا السافنا ده يوم اللي يجي بورسودان، انا اركب امشي استقبله في بورسودان. انا واحد من الناس بمشي شفت المطار ده بشيل صوره السافنا دي بجيب بحييه بنتظره في الميدان. ماشي شفت شيل صوره السافنا دي فوق ماشيين نحييه، سافنا حديد سافنا حديد ومرحب بالسافنا، ونسلم عليه بالحضن من قلبنا ونقول له مرحبا بك في ارض الوطن. ايوه كلام صح. ايوه مرحب بالسافنا، احنا عازمينه السافنا ده عليك الله المندي سمع ذاك. ايوه استقبلوا به عليك الله. هسه اللي يحصل اي والله حصل الغداء سافنا مرحب بك والله في راسنا في راسنا. احنا ما منافقين واحنا ما كذابين واحنا ما غدارين. القائد العام قال مرحب باي زول يسلم، مرحب باي زول يسلم، انتهينا. ما بنقدر به، دارنا نقدر بالناس اللي بيسلموا، ما بنقدر بهم والله. ابو لولو ما دارين صراحه، لا في اسماء ما دارين، ابو لولو ما تجي كويس. اي زول